القديس مار أوجن أو مار أوكن المصري اتولد في القلزم جنب البحر الأحمر، وكان عايش في زمن القديس أنبا أنطونيوس. قعد حوالي 25 سنة يشتغل في البحر، يستخرج لقالق ويبيعها ويتصدق بمعظم الفلوس على الفقرة وينقذ السفن التايهة. لكن قلبه اشتاق للرهبنة، فرجع للصعيد عند أديرة القديس بخوميوس شوية، وبعدها سافر لبلاد ما بين النهرين ومعاه 70 تلميذ. عاش في مغارة قريبة من نصيبين، وبعدين أسس دير كبير عاش فيه أكثر من 30 سنة في صلاة وجهاد. عدد تلاميذه زاد لحد ما بقوا 350 راهب. ربنا اداله موهبة شفاء المرضى، فآمن ناس كتير بالمسيح، وتعرف على القديس يعقوب وتنبأ له بالأسقفية. وفي شيخوخته شاف ملاك جاي ياخد روحه وانتقل بسلام، واتدفن في ديره اللي لسه قائم لحد النهاردة عند جبل الأزل. بركة صلواته تكون معانا. تابعنا عشان توصلك قصص القديسين. لا تنسونا في صلواتكم مون جيسو.